السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل الفانز الجميل اللي بيتابعني. قبل بقى ما ان شاء الله بإذن الله ندخل مع بعض في الكلام عن الصلاة نفسها. انا عايزة اقول لكم على حاجة مهمة جدا. ان انتوا كده بعد ما اتوضيتوا خلاص كده ورايحين تقفوا على سجادة الصلاة، لازم تاخدوا وتدوا مع نفسكم كده دقيقتين 3 تهيئوا نفسكم ان انتوا رايحين تقفوا بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. فلازم على قد ما تقدروا ترموا الدنيا ورا ظهركم، علشان خاطر للأسف الشديد أنا واحدة من الناس ساعات بصلي بالي مشغول بحاجات كتير قوي، ما بستشعرش الصلاة في الوقت اللي أنا بيبقى بالي مشغول فيه ده، ما بحسش إن أنا صليت. ولكن هقول لكم على حاجة أنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى عملتها، غيرت معايا الموضوع ده بنسبة كبيرة جدا، بس هتحتاج منكم شوية وقت. وهي إيه؟ إن أنا عرفت معلومة ان الصلاه اللي احنا بنصليها لو احنا ما عقلناهاش وما استشعرناش الصلاه دي ما بناخدش عليها حسنات، ولكن بتسقط بس من علينا الفرض. يعني احنا خلاص كده صلينا الظهر، صلينا العصر، صلينا، يعني ما بقيناش تاركين للصلاه، ومش هنحاسب على ترك الصلاه، ولكن مش هنؤجر على الصلاه. طب بذمتكم مش حرام اتوضينا وفرشنا سجادة الصلاة بتاعتنا، واحنا كسيدات لبسنا اسدالنا وانتوا كرجال رحتوا المساجد، وفي الاخر ما ناخدش حسنات؟ ما هو الوقت اللي احنا واقفين بنصلي بيه نسقط بيه الفريضة فقط، نقدر كمان ناخد فيه حسنات تثقل الميزان بتاعك وبتاعي يوم القيامة. فيبقى من الذكاء ان احنا نستثمر الوقت بتاع الصلاة ده في ان احنا نركز في ونعقل ايه اللي احنا بنقوله. غير ان هو من الذكاء، احنا محتاجين ده يا جماعة. احنا محتاجين نستشعر كل حاجة في الصلاة، محتاجين ننسى همومنا وننسى مشاكلنا وننسى اللي مزعلنا وننسى اي حاجة وجعانا، ونروح كده نغسل روحنا زي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: أرحنا بها يا بلال. للأسف الشديد بقى في نسبة كبيرة قوي ريحنا منها مش أرحنا بيها. فاحنا عايزين نحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في ان احنا كمان نرتاح بالصلاة، مش نرتاح منها. نروح كده يعني نستقبل القبلة ونقف كده نتجه لربنا سبحانه وتعالى واحنا مستشعرين كلمة الله أكبر، مستشعرين كلمة سبحان ربنا العظيم. وعايزة أقول لكم على حاجة هتفيدكم جدا. اعتبروا نفسكم داخلين امتحان. قبل كده ما تروح تقابل ربنا قول لنفسك انا داخل امتحان، عايز اجيب فيه كام من كام. كل حاجه هتعملها جوه الصلاه هتاخد عليها درجه. ولنفترض ان الصلاه كلها مثلا مجموع حسناتها 50، كل حاجه هتعقلها هتاخد عليها درجه. قلت سبحان ربنا العظيم، سبحان ربنا الاعلى، وانت وعيها بعقلك، قريت الفاتحه وانت مستشعرها بعقلك، هتاخد درجات. قلت لولو كده وخلاص من غير اي ما تفهم اي حاجه وحافظ مش فاهم، مش هتاخد درجات. اختبر نفسك بعد كل صلاة، قول هو انا في الظهر كده ادي نفسي كام من كام، انا عقلت ايه من صلاتي، المرة دي خدت 20 من 50، لا طب في العصر بقى انا عايزة اجيب 30، طب في المغرب بقى انا عايزة اجيب 40، طب في العشاء انا عايزة اجيب 45. عايزة اقول لكم على حاجة، انتوا بعد كل اللي انا بقوله لكم ده هتسرحوا برضه في الصلاة، بس لما هنسرح في ركعة أحسن ما نسرح في الأربعة، لما نسرح في تسبيحة أحسن ما نسرح في كل التسابيح، لما نجيب 40 أحسن ما نجيب 0. ومع الوقت ومع الاستمرار في النصايح اللي انا قدمتها ليكم في الفيديو ده، وبفضل ربنا وبفضل جمالكم ان شاء الله هتنفذوها. مع الوقت ومع الاستمرار ومع التعود مخكم خلاص هيبدأ يترجم ان انت طول ما انت مداخل الصلاة خلاص انت عقلك فصل عن الدنيا ومشاكلها وهمها. اسجدوا لربنا وانتم مستشعرين نعمة السجود بين ايده، واحمدوا ربنا ان هو اختاركم وكتب اساميكم في يعني في ضمن الناس اللي مكتوب اسمها انها هيبقى من المصلين عنده، عشان في ناس بتسمع الاذان ودي هنبقى نتكلم معاها بعدين ان شاء الله، وحي على الصلاه ما بتاثرش في قلبها. احمد ربنا ان انت حي على الصلاه بتقول له نعم جاي حاضر يا رب، فجاي حاضر يا رب وبتلبي النداء ده. يا ريت بقى نلبيه صح، يا ريت نلبيه واحنا ما بنسرحش في الصلاه على قد ما نقدر. ما تزعلش انك بتسرح، واوعى الفيديو ده يخليك تخاف ان انت بتسرح، انت بشر وانت طبيعي. وايام الصحابه كان المواقف دي بتحصل عشان تطمن قلبك وقلبي لما اسرح في الصلاه ان انا انسانه مش وحشه، وان انا بس بيحصل لي ده عشان انا بشر مش اكتر. ولكن احنا برضو لازم نجتهد على قد ما نقدر ان احنا نصلي صلاه اجمل واحلى لربنا سبحانه وتعالى، عشان ربنا يعني جميل. والصلاة ال5 صلوات لو نقول هنركز فيها هناخد 5 دقايق بالتركيز قوي، يعني 25 دقيقة في اليوم من 24 ساعة. مش عايز تركز مع ربنا 25 دقيقة منفصلين؟
بتهيألي هيبقى عيب علينا قوي. فيا ريت نعمل التمارين دي قبل الصلاه، والحلقه الجايه ان شاء الله هكلمكم بقى على حاجات مهمه جدا في الصلاه نعملها، علشان انا لو طلعت انا وانتم من رمضان بنصلي صح وبنصلي احلى، والله هيبقى احلى مكسب، لان الصلاه عماد الدين. تحياتي للجميع، مروه مغرب.